منتخب بدون معسكر خارجي وبدون مباريات ودية وبدون أي استعدادات مثالية. وهذا المحللين العراقيين يتهمون المنتخب اليمني بالتزوير. اليمن على مستوى الفئات العمرية تزوير من السماء. أنا أشوف إنه وشباب التزوير بعمر الأولمبي تحت 23. بالله عليكم هذا معهم عقول، يعني كل ما نفوز عليهم يرجعوا يقولوا منتخب اليمن مزورين. مونولوج ساخر، قصة شاهد زور في الإعلام الرياضي العراقي وبطله منتخب اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مرة يتفوق فيها منتخب اليمن الشقيق علينا، يخرج علينا مجموعة، لا أقول إعلاميون عراقيون، بل إعلاميو الصدفة أو أبواق الضجيج. هؤلاء السادة الذين يمثلون جيبهم الخاص فقط قرروا أن يتركوا مسرحية الفساد العظيمة التي تدور في البلاد. تركوا الاتحاد العراقي الذي يسيره الوسطات والشلالية، تركوا الأحزاب التي تدمر كرتنا العراقية وتدخلت في كل شؤوننا، حتى أصبح اللاعب العراقي يرى في العقد الخيالي هدفا ونسي الغيرة على قميص الوطن. نعم، تركوا كل هذه الحقائق المرة وذهبوا إلى أشقائنا في اليمن. لا يمكن هذا اللاعب اليمني مزور عمره أكبر من عمر الحزب الذي يمولنا، هكذا هم يفكرون يا خبراء البيولوجيا والسجلات المدنية الجدد. كيف تتهمون اليمن بالتزوير؟ اليمن الذي يفتقد لأبسط مقومات كرة القدم، لا دوري، لا دعم، لا اهتمام. لاعبوه يأتون من العدم، يلعبون بالعزيمة والغيرة على قميص بلادهم. نعم، يلعبون بالدم والغيرة، بينما لاعبونا يهتمون بقيمة العقود في الأندية المحلية والخارجية. الفارق المادي شاسع، لكن الفارق في الغيرة على القميص هو الذي حسم المباراة. وفي كل مرة ينتصر فيها هذا الجيل اليمني المعجزة، تأتون أنتم أيها الإعلام المسموم لتقتلوا فرحة الشعب كامل. لماذا؟ لأنكم أدوات للأحزاب الفاسدة التي دمرت البلاد ولم تسلم من شرها حتى الرياضة. بدلا من أن تحاسبوا من جلب عماد محمد ومن يحارب اللاعبين المغتربين العراقيين الذين يحملون الأمل، تأتون أنتم وتهاجمون منتخب اليمن العظيم، تستهزئون باللاعب اليمني وشعبه. لا وألف لا، نقولها لكم بكل وضوح، أصواتكم لا تمثلنا، العراقيون منكم براء. هذه الاتهامات الساذجة التي تظهر بعد كل فوز يمني هي محاولة رخيصة لإخفاء فشلكم وفشل